الفيديو ده كان نفسي انزله بدري شويه، بس قشطه برضه نلحق، يعني 4 رمضان مش حوار. الفيديو ده هيلحق لك رمضان وينقذه لك بدل ما يضيع. الناس اللي فاقده الشغف مش حاسه كده ليه؟ علشان مفيش هدف. شغف هدف الاتنين مع بعض. لو في هدف في شغف، مفيش هدف مفيش شغف. الهدف ده حتى لو هدف دنيوي، يعني لو حد عنده هدف في حياته بيعمله ان هو مثلا يكون دكتور ناجح مثلا، ده عنده شغف وعايش حياة جميلة فيها شغف وفيها كل حاجة، كل يوم حاجة هو بيعملها. انما اللي ما عندوش هدف في حياته ما يبقاش عنده شغف، بيبقى عايش كده حياته ملهاش طعم والايام بتعدي كده من غير ما يحس حاجة. فطالما لازم نعيش بهدف علشان يبقى عندنا شغف، فمفيش احسن من ان الهدف ده يكون هدف ديني. لو دنيوي هيشتغل برضه زي ما قلت لك، لو انت هدفك انك مثلا تكون دكتور ناجح هتبقى حياتك فيها شغف وبتعمل حاجة فيها كل يوم. بس مفيش اجمل طبعا من انه يكون ديني، علشان يكون الصبر عليه والمداومة من عند ربنا وربنا بيعينك فيها، ويكون عليه اجر. انك مثلا تحط نفسك هدف انك تختم القرآن مثلا، انك تختمه بقراءة تانية بقراءة تالتة، انك تختم بالعشر قراءات، انك تجاز فيهم، انك تحفظ احاديث الرسول، هكذا كتاب معين تخلصه. فانت من هنا لاخر رمضان تلحق نفسك بهدف، هدف تحطه كده علشان تبقى كل يوم بتنجز فيه، ما تبقاش ماشي كده متخبط عمال مش عارف انت بتعمل ايه، وحياتك فاقدة الشغف ورمضانك هيضيع. تحط، وانا هديك امثله، يعني هديك امثله عشان ما اشبكش التو. حط لنفسك مثلا ان كتاب من كتب التفسير الكبار بقى، الكبار تخلصه، تخلص يعني تكون رمضان ده عدى عليك وانت عقلت ايات القران كلها، تكون بس شفت تفسيرها كده وكتير منها هيعلق معاك، تكون استفدت استفاده كبيره. ويكون في حاجات انت فاهمها غلط في الايات تلاقي التفسير بتاعها الصح. تشوف لك يعني كتاب تفسير متوسط الحجم كده بحيث انك تقدر تخلصه على رمضان. هتتعب، لان يعني اصلا في ناس الختمه، ان هي تعمل ختمه في رمضان بتكون صعبه عليها، فما بالك تفسير؟ يعني انت هتقرا القران زائد الكلام بقى بتاع التفسير بتاعه، هيكون صعب. بس هدف بقى، هدف تشتغل عليه. لو خلصت كتاب تفسير على اخر رمضان تبقى فزت. روح للحديث، مختصر البخاري مثلا 2700 وشوية حديث تقريبا، تقرأهم كلهم على نهاية رمضان، هيعلق معاك أحاديث منهم كتير. ده كلام جميل جدا. لآخر الشهر دوت اركن الشهر، ما هو شهر مهم، يعني انت ما ينفعش تعديه كأنه شهر من الشهور، لازم تقف كده اعتكاف ليه. كأن يعني انت شفت انت عملت ايه في ايام امتحانات ثانوية عامة؟ شفت انت عملت ايه؟ كنت عامل ازاي؟ طب ده اهم من ايام امتحانات ثانوية عامة بكتير. رمضان اكيد اهم بكتير. فوقف له وقفه بقى، الشهر كله وقف له وقفه. اركن الموبايل وامسح السوشيال. انا منزل التيك توك والله عشان انزل الفيديو ده بس، ومسحه يعني همسحه تاني زي ما كنت مسحه. وعيش بقى على الهدف بتاعك ده، عيش له. صاحي نايم